لو عندك سميد من أي نوع ناعم أو متوسط أو خشن وعايزة تعملي تحلية سريعة من غير فرن ومن غير مكونات كتيرة وفي وقت قصير، فالطريقة دي ليكي. في طاسة على النار فيها معلقتين من السمنة، بنزل بكوبايتين من السميد، طبعا أي نوع سميد يكون متوفر عندك. بعد كده ببدأ إن أنا أقلب السميد كويس جدا، علشان يعني احنا بنهدي النار شوية لأن السميد يمكن بياخد وقت في التقليب وفي التحمير، بس هو لو اتساب على النار ويعني سهيتي عنه بيتحرق بسرعة. فاحنا لازم يكون ايدينا فيه كده لحد ما ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، يبقى لونه أحمر. بعد كده بكون مجهزه له الشربات بتاعته، بتبقى عبارة عن كوباية من المية وعليها كوباية من السكر. طبعا الشربات ده يا جماعة مش بنسيبه على النار لحد ما يتقل، لا احنا بنديله كده غلوة على النار لحد ما يعني ايه السكر يدوب فيه، بيبقى زي ما انتوا شايفينه كده، بيبقى قوامه سائل جدا. بعد كده بقى بنضيف للمكونات دي كوبايتين من الحليب، طبعا علشان انت ممكن تكتفي بالشربات بس، يعني الحليب هيديله طعم غني، وكمان يعني هيعلي طعم، يعني هيعلي الطعم معاكي، هيخلي طعمه حلو جدا. طبعا السميد يا جماعه انتوا شايفين القوام بتاعه خفيف جدا، احنا هنضيف له كمان كوبايه حليب. السميد يا جماعه من الحاجات اللي انت لو حطيتي لها سوائل على النار بتتقل وبتزيد في الحجم. طبعا احنا هنسيبه لحد ما يتشرب الحليب والسوائل اللي فيه. طبعا هتلاحظي ان حجمه بدأ يتضاعف ويتقل، طبعا من وقت للتاني بتقعدي تقلبي فيه كده. وبعد كده بتلاحظي ان هو بدأ يتشرب السوائل اللي فيه والمية بتاعته بدأت تنشف، بتسيبيه لحد ما المية دي تتبخر تماما ويبقى عامل زي البسبوسة كده. زي ما انت شايفينه كده هو بدأ خلاص يتقل، ودلوقتي انا بقلب فيه علشان يعني البخار ده انا بخرج السوائل اللي موجودة جواه. دلوقتي بقى انا طفيت النار عن السميد بعد ما خلاص يعني نشف معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هكون مجهزة الصينية اللي انا هعمله فيها. طبعا يا جماعة احنا مش هنحطه في الفرن خالص، انا مجهزة الصينية، او ممكن تجهزي اي حاجة انت حابة تقدمي فيها. بعد كده الصينية اللي انا هحطه فيها هبدأ ان انا افضي فيها السميد وهسويه. طبعا يا جماعة انتوا ممكن تحطوه في اي حاجة انتوا هتقدموه فيها، يعني ممكن مثلا تحطيه في بايركس، تعمليه في اي حاجة، بس اهم حاجة طبق بس يكون ليه حرف، يعني علشان برضو الكريمة لما تتحط ما تنزلش من الجوانب. طبعا انت بتسوي السميد كويس جدا لحد ما يبقى رق واحد كده او طبقة واحدة. بعد كده بتعملي خليط الطبقة التانية، وهو 3 كوبايات من الحليب وعليهم 4 معالق من النشا ومعلقتين من السكر. وبعد كده بتقلبي المكونات دي على البارد، وبعد كده بترفعيها على النار لحد ما القوام يبقى كريمي معاكي، وده هيبقى خليط الطبقة التانية. يعني هي الطريقة سهلة جدا وبسيطة ومفيهاش أي تعقيد، ومن غير يعني مكونات كتيرة ومن غير فرن ومن غير وقفة كتير، في ثواني هتعمليها. وبعد ما الكريمة وصلت للقوام ده بجيب السميد وبوزع الكريمة على وشه، وطبعا كان السميد برد. بحاول ان انا اوزعها كده وهي لسه سخنة. بعد كده بقى بحط على وشها، طبعا بسيبها لحد ما تبرد، وبعد كده بقطعها وبحط اي نوع مكسرات متوفر عندي، وبألف هنا.